معظم الجزائريين تقريبا يظنوا انه فيه نوع واحد من التمور في الجزائر واللي هو دقلة نور. عندهم واحد التمر خاص، لكن لو نقول لكم انه في اكثر من 34 نوع موجود في واحه واحده. كاين الخضرايه، حمرايه، كربوش. راكم تشوفوا في هذه واحة النخيل، شوفوا الله يبارك واش كبيره. انا اليوم راح ناخذكم في جوله في مدينه بريزينا وين حنشوفوا واحتها الكبيره ونزوروا بعض الاماكن التاريخيه فيها وين وقعت بعض القصص لاقل ما يقال عنها انها اسطوريه. اسطوره عندها تاريخ كبير. وحنشوفوا واش خاصه هذه المنطقه باش تصبح وجهه سياحيه بامتياز. صارت تنافس كل الوجهات السياحيه الاخرى. وغزال مضحي ساحه النسوره في برد. تابعوا معي الفيديو الاخير لانه الان الاوان باش يودعنا ضيفنا عبد الدق. انا انسان عندي زهر. واش رايك نبداو الحلقه بشويه مشاكسه؟ لقينا عقرب ميته فقلنا نديروا خدعه صديقنا عبد الدق. جزاك الخير، جاب لي درك عقرب ميته حطيناها هنايا، راهي هنا في الصاك تاعي. غنقولوا عبد الدقه جبت لي كاميرا هو يفتحها ويعقرب. كل شيء راهو في مكان، خاصنا نحطوا الحقيبه وننتظروا ردة فعله. ان شاء الله برك ما يحبس القلب. تليفونك برا، جيب لي تليفوني وجيب هذاك اللي والساكادو تخليه هنا. اوب ما شافهاش. لكن نسيت الاخر لا ضبطاثير هذاك تاع اسمه. يو خلوه ما تقولش شنو هذا يخلونا اللعبه هذا ما قلبي يحبس. لو كنت مشيتها خلات واحد بريزينا خذا ثاني اجمل واحه في الجزائر عام 2020. مساحتها شاسعه ممتده على مدى البصر. بجنبها المدينه ممتده على خط مستقيم. فيها العديد من انواع التمر. خلينا نتعرفوا على بعضها. جينا هنا لواحد الواحه فيها بزاف انواع تاع تمر. كاين تقريبا واحد 35 نوع والله في الواحه هذه تاع بريزين. في مكان واحد 35 نوع. الواحه هذه كامله، الواحه هذه فيها تقريبا 35 ولا 38 الف نخله. الله يبارك. تلقى كاين هذه كما نقولوا خضرايه، اللون تاعها مسمينها خضرايه. هذيك حمراء. هذيك حمراء يسموها حمرايه حنايا. عندنا الكربوش، كاين سبوع العبد تجي طويله. عندهم واحد التمر خاص ماشي كيما دقلة نور، اسمه تمرة تادال. نجربوها بسم الله. اوه طريه وشابه، يعني الكوت تاعها مليح. انا كنت حسبتها كي راهي صفرا راهي نيه مازالت ما طابتش. اوه شوف كيفاش مدايره، جايه طويله تكون جديده كيما هاك تقدر تكونجليها ودسها في حتى رمضان. ايوا تخيلوا ما يكون هذا الخير في مدينه صغيره كهذه. لكن يا ترى ما اصل تسميه بريزينا وش معناها؟ بالنسبه اصل تسميه بريزينا هناك مقولتين مشهوره. المقولة الأولى تدل على أن كانت امرأة جميلة في هذه المنطقة، كان عندها بئر، هذاك البئر كانوا يتلاقوا فيه عابر سبيل والبدو الرحل، كانوا كيديروا لقاء والله حاجة يتلاقوا فيها، كانوا يقولوا نتلاقوا في البر الزين. بالنسبة للامرأة الجميلة هذه، يعني بعد مرور الوقت تغير الاسم استعمار ولات بر الزينة. بريزينا شغل بريزينا. بالنسبة للمقولة الثانية اللي هي مقربة إلى الأولى، يقولوا أن المكان الجميل يعني المكان اللي طلع فيه الإبل، البر الزين، المكان الجميل، يعني قد ما شافت عينك يقولوا هذيك البر. يعني بر الزين هذه كانت عندنا بعض الإبل هنايا. الناس زمان كانوا كيمشوا يحجوا بالجمال بالقافلة. القافلة تاع المنطقة هذه كانت توصل إلى المملكة العربية السعودية وترجع، يعني نفسها القافلة اللي قلعت منها. كانوا كيشقصوهم تاع موريتانيا ولا تاع ليبيا والله يقول لهم احنا الجمال تاعنا ما يوصلوناش السعودية، بصح الجمال تاعكم يوصلونا ويرجعوكم. كيفاش؟ كانوا يقول لهم ودي احنا عندنا منطقة مليحة فيها الماكلة وفيها الماكلة يعيش فيها الجمل. الجمل تاعكم قوي ماشي كيما قوي، يعني يوصلك ويرجعك. هذه العود الأصل تسمية بريزينا يعني المكان الجميل. جميل. هل عندكم علم أنه هذه المنطقة غنية بالتنوع الحيواني أيضا؟ لكن بسبب الجفاف والصيد الجائر نقصت أعدادهم بحدة. في واحد الحيوان جميل وسريع وغزال مضحي ساحة النسوره في برد الحال ومنين يقول اللي هو الغزال أو الريم، أيقونة الصحراء الجزائرية. تغزلوا به الشعراء في المنطقة، تغنوا باسمه أغانيهم الشعبية وقصائدهم. نقول واش شداني للغزال اللي شراد ونتبع في وقار وأرى ببعادي ونعاني فوق طاقتي حامل الأطراد. في منطقة ذراع النقد قاموا بإنشاء محمية حتى تتكاثر وتزيد أعدادها، وهذا شيء كبير ويفرح. لكن راني متأكد أنه لو يطلقوه في البرية راح يلقى لي ينتظروا بندقية صيد حتى يأكل لحمه. وهذه تقاليد بعض سكان المنطقة اللي مازال مش عارفين الخطر اللي راهو يواجه الحيوان. لمنطقة القور راح نرجع بيكم لأنه سمعت أنه وقعت فيها قصة أسطورية تروى على لسان الكثير من سكان المنطقة. فوق هذا الجبال تم فرض الحصار على أشجع امرأة في المنطقة، كان في
في سلطان حب يطلب يدها الزواج لكن رفضت ذلك، فقرر يفرض عليها الحصار. هذه مباركة بنت الخس عندها قصة غريبة كان يلحق فيها شخص. السلطان المريني بالكحل هذا بعد اللي قدم لها طالب الزواج ورفضت، على لأن كانت عنده طموح توسعية. يعني بعد اللي رفضت هو غزا المنطقة بحكمها أنها هي تعرف المنطقة وتعرف أماكن الصعبة. طلعت إلى جبل قور. جبل قور عندها منفذ واحد، طلعت المواشي تاعها يعوش تحتوي في القصر وبنات السور هذا كما شفنا. تخيلوا معايا حيصار في وسط الصحراء وما عندك لا أكل ولا مؤونة، تطلع بالحاجات اللي عندك وفقط. هنا جنود حوطوا المنطقة وحصروها. بعث الجنود تاعو تحت هذاك الجبل تاع القور. وش دارت؟ كانوا محاصرينها لتحت ويستناو فيها يخلص لها المؤونه، يخلص لها الماء ايضا. هي كانت معروفه بالذكاء، فهي دارت لهم خطه. جابت هذوك الخرفان وكرتهم الشعير اللي كان عندها غير شويه ذاك وكرته لهم وبعثتهم لتحت. يعني بقات توصل لهم ميساج باللي عندي كفايه لمده سنه او سنتين من الشعير والماء. يعني هذوك الجنود حكموا هذوك الخرفان ذبحوهم. كي ذبحوهم شافوا كرشهم واش فيها، لقوا بلي فيها الشعير فيها الماكله. قال كيفاش هذه احنا حكمناها حصار وهي مازالت الفوق قاعده وزادت المعفسه واحده اخرى الماء. قال دوك يخلص لها الماء الفوق. غسلت الصوف تاع الخرفان بهذاك الماء. كي شافوا الماء يجري لتحت وفيه البقايا تاع الصوف يعني مازال عندها الماء بزاف. حبت هي يعني توصل لهم فكره باللي عندي الماء كفايه او عندي بئر. هم الغاو الحصار، ترجعوا الى منطقه رباوات وهي تنقل. توجهت حوالي 500 كيلومتر الى ولايه المنيعه اللي راها ضربة بانيه فيها قصر مزاره قاعد الاثار تاعها. شوف سبحان الله تعرف كيفاش مليح لما تحكي وتعرف قيمته. بعدها غادرنا جبال القور واتجهنا نحو مكان في وسط الصحراء القاحلة. مشينا بعربتنا في الطريق الوعرة حتى قابلتنا مجموعة من أشجار النخيل وبجنبها بناية واقفة وشكلها يدل على أنه لها تاريخ قديم. دخلنا وسط النخيل وركنا عربتنا. والان رانا في قصر مباركه. كيفاش حكيتوا هذا القصر؟ قصر مباركة بالخاص هي أميرة هلالية من بني هلال عرب. يعني أسست القصر تاعها هنا في منطقة بر الزين بريزينة. كانت تعتمد على النشاط الرعوي والزراعة. بالنسبة للشكل الهندسي تاع القصر مباركة بالخاص عنده بابين. أيوه. الباب الأول تاع الجنود والأميرة، هذا اللي رانا فيه. والباب الثاني تاع الفلاحين. منا كانوا يدخلوا الفلاحين بالعربات تاعهم القديمه بالحصان ولا الحمار وهذيك الجراره تاع الحطب. فالوسط شؤون الإمارة، شغل كالإدارة، والغرف الفلاحين، وكذلك قاعة اجتماعات، أماكن حراسة قصر مباركة بالخاص. هذوما الحاجات اللي نحبها انا. دخل نحرس، زيد تخرج معايا كوبرا المره هذه. يا جماعه راني مضروب عقرب قصتي ما كان زيدوا لي. هنا كانوا بكري يحرسوا. شوف عندهم هذه الجهه وهذه الجهه وهذه الجهه. يشوفوا واش راهو جاي من كل المناطق. الواحد البرود هنا في هذه القاعه تحتاج هذاك المكيف خلاص هو طبيعي. بالنسبه للمواد اللي يخدموا بها السقف تاع القصر هي الجريد والكرناف والجدار يديروه بالطين. وهذا يدل على أنهم كانوا ناس بسطاء ومعيشتهم هادئة. روحوا تشوفوا معايا غرفة تاعهم كيفاش كانت بكري قسموها. الأولى هي مطبخ، هنا الكانون وين يطيبوا دخانات تطلع لفوق. هذه هنا غرفة الاستقبال وهذه غرفة النوم. جايين كامل بالطول عندهم رواق واحد. بالنسبة لمادة الطين، مادة الطين هذه فصل الصيف باردة، فصل الشتاء دافية. أنا نحس بالبرود دوكا. أشهر المقولات مباركة بالخص كانت تقول لهم بكر الحاجتك تقضيها، وكانت تقول لهم المرأة قبل الصوم زوجوه. يعني كي يجيك واحد عليها مدها له. فهمت؟ في مرحلة من الزمن كانت هذه المنطقة غنية بالمياه وكان فيها وديان تجري، لهذا نلقاو النخيل منتشر فيها. الأميرة الهلالية كانت لديها منابع للمياه. المنابع هذه كانت على اتصال بمنطقة اللي دارتها تاع الفلاحة. يعني أم المي تبعد حوالي 40 كيلومتر منها. كانت كي تبغي توصل مؤونة يعني خبز وتمر وحليب ديرها في القفة، ديرها في المجرى تاع الماء. هذا المجرى تاع الماء هذا هو منا كان على اتصال بمنطقة أم المي. حوالي 40 كيلومتر توصل المؤونة الفلاحين. واحد ما يقيسها. واحد ما يقيسها توصل. تخيل تحط هذيك قصة سيدنا موسى لما مو حطاته في هذاك الصندوق وراح يمشي في الماء. يعني أسطورة هذه المرة. بيت أسطورة معروفة وعندها تاريخ كبير. سكان منطقة الجنوب الغربي الجزائر لاحظت أنه طريقة كلامهم مختلفة وخاصة نطقهم لحرف الغين. هنا يقولوا القا. صح علاش تقولوا الغا تقولها قيه هنا. بالنسبة احنا الهضاب العليا هذه من هذه السلسلة هذه معروفين منذ القدم عرب الأقحاح. يعني اللي ينطقوا الغين قاف. سما الغا تقولها غراب تقولوا قراب. نقولوا له القراب. قراب يعني في العربية انتم اصح منا. وانتم تقولوا المغرف احنا نقولوا المقرف. فهمت؟ اسمعوا تكون غبي تقولوا انت قبي. حتى في المدرسة كل هذه اللهجة. في المدرسة في كل شيء. تكتبوها غين بصح تنطقوها قا. نكتبوها غين بصح ننطقوها قا. والقا تنطقوها قا. ننطقوها قا. سما عندكم جوج قاوات في في اللهجة برك. متشرفين
مرحبا بك خويا. القالي الغالي الله يحفظك. بريزينا بعد ما شفتها منطقة عذراء. كيفاش عذراء؟ عذراء ما فيهاش المستثمرين بزاف، لكن عندها مؤهلات تقدر تكون وجهة قوية جدا. نوجه نداء للناس اللي عندها دراهم ولا عندها مشاريع حابة تطبقها في هذا المجال، ارواحوا هنا لبريزينا. انا نقول لكم اخي سافرت وشفت وكل شيء، هذه الكور الاولين اللي يسبقوا هنايا ويديروا في مشروع سياحي مثلا تاع فنادق هذيك هكا القبب والناس تشوف النجوم وراكده هكا ولي كات كات والكواد وامور هذيك ومنظمة، راح تفوزوا وراح تربحوا. صح ولا مش صح؟ صح. ما خليتكش واش تهضر. زيد كلمه ولا زوج. كلش راك قلت. من هذا المنبر نقول للمستثمرين نعطوهم نداء للمنطقه تاع بريزينا يجوا يستثمروا في هذا المجال، اقامه فنادق مخيمات سياحيه او مراقد. خاطر النداء هذا شحال من مره درناه، بالخاطر جانا خونا خبيب يزيد يروج لنا للسياحه والمنطقه خاصه. ومرحبا بالزوار ان شاء الله اللي يزورونا. وين يلقاوك انت كي يجيو؟ الديوان المحلي للسياحه بريزينا. تقدروا تواصلوا معاه، ما عندكم صفحه فيسبوك؟ كاينين صفحه الديوان المحلي للسياحه، تنظموا رحلات وكل شيء. فيها كل شيء. راح يجيو سياح بزاف هنايا البيض وبريزينا، واجدين لهم ولا لا؟ ان شاء الله نوجدوا لهم. الحقيقه هنالك العديد من المشاريع الاستثماريه اللي راهي في طور الانجاز، خاصه الاقامه. في الوقت الحالي الاقامه غير موجوده، لكن هنالك الاقامه لدى الساكنه اللي رانا نشجعوها، اللي هي ان شاء الله في الوقت الحالي غادي تمتص لنا هذا التوافد السياحي، اللي ان شاء الله تكون ولايتنا ولايه وجهه سياحيه رقم واحد. سياحيه ما نقولش رقم واحد بصح سياحيه، يعني انتم قولوا رقم واحد باش اللي جبتوا ثاني ولا ثالث تكون مليحه ان شاء الله، تنافس كل وجهات السياحيه الاخرى. وهذا ما نتمناوه، كل منطقة تنظم حالها وتقوم بالسياحة، تخلي الناس تعيش وتقتات منها. كملنا جولتنا في بريزينا وحان الوقت باش نمشوا لوجهة جديدة. خذينا تاريخنا في الليل، اخذت لنا أكثر من 4 ساعات حتى وصلنا المدينة اللي هي وجهتنا. وجهة لطالما فكرت نمشي لها بحكم تقاليدهم مختلفة علينا. وصلنا الغرداية وراح نبداو مغامرة جديدة، لكن للأسف حبيت نخبركم أنه صديقنا عبد القادر راح يغادرنا. هذه آخر حلقة معاه، لأنه راح يمشي لأهله. والله غرمة بيها يا عبد والله كلمة تقولها لنا، كيفاش كان إحساسك قبل ما تلاقانا ودوكا كي راك مروح؟ والله غير جاجت بيا ويعطيكم الصحة على حسن الضيافة والكرم ديالكم. باينك شغل كيشدك اللحظة الأولى شغل دهشت، شغل ما درتش ساعة درت تقول بالك نتلاعب ساعة، ما قلتش بالك نجي معاك فات بيا والحمد لله. شو الحاجات اللي تبدلوا في حياتك مور ما قلت ليه في اللحظة هذيك؟ من اللحظة هذيك ولا عندي الأمل. واش الأمل؟ امل بزاف عفايس. لا حسيت بليك شغل انا انسان مزهور من الاخر، انا انسان عندي الزهر. واش رايك في الجزائر؟ الجزائر العميقه صح عميقه جميلة وجميله وحاجه فور كاع. وفتنا بلايص شابين بزاف، وننصح المشاهدين يا خويا كي تجيهم فرصه مع خوبي ما كان له كاع تقول له شكون اليوم خويا دابا ما كان له كاع تقول له اطلع ديريكت وما تعاودش. واللي ما تجيش فرصه مع خوبي يتحرك يبوجي يروح. صح بارك الله فيك. تهلا في روحك. ربي يحفظك الله. تحيه كبيره لخوبي ورجال الخفاء. كان ما نعرفوش ولا صديق لينا، حنا راه نتوحشوك زيد والله غير راه نتوحشوك بزاف، باسكو كان يدير نكت بزاف ورا الكاميرا. حنا نطفيو الكاميرا وهو يحيا يولي انسان واحد اخر. حنا نشعلوا الكاميرا ويبدا يحشم وكل شيء. سامع عليش انا نعرف خويا. ربي يحفظك على راجل من البويره وربي يهنيك. ربي مرحبا بكم في اي وقت في البويره. السلام عليكم. ربي يحفظكم. الحلقه الجايه ان شاء الله فيها مفاجات واحده اخرى. خلاص كان وقت ممتع مع عبد القادر. يا ترى كيف راح تكون الحلقات القادمة من دونه؟ انتظرونا باش تكتشفوا الشيء اللي جاي. 1 2 3